اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطأ على لاعب انبي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه من لاعب انبي على قدم لاعبي النادي الاهلي. لعبه زي دي الطبيعي ان الحكم يحسب المخالفه ويدي اللاعب انذار، لكن الغريبه هنا ان الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه دي، حتى المخالفه ما حسبهاش. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لعيب الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. نشوف مع بعض هل في دفعه في ظهر اللاعب ولا لا. لما نشوف مع بعض الزاويه الخلفيه بينت ان هنا في دفعه في ظهر لاعبي النادي الاهلي، وبعد كده هو من الزاويه الجانبيه برضو مبينه ان في دفعه في ظهر لاعبي النادي الاهلي، واللاعب هنا بيستخدم اليد، واللاعب انبي ما وصلش للكره، يعني حتى الحكم حسبها ضربه ركنيه مع ان لعيب انبي ما لمس الكره. يعني هنا اللاعب لعب على جسم لاعبي النادي الاهلي، وكان لازم هنا الحكم يحسب ضربه جزاء او حتى الفار يتدخل، لان هو الحكم بعديها حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي، مع ان هنا لعيب الاهلي وصل للكره، بس بعد ما وصل للكره عمل التحام في ظهر لعيب انبي، والحكم حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. ومش اللعبه دي بس، برضه لعبه بعديها لعيب النادي الاهلي عمل دفعه في ظهر لعيب انبي، وبرضه حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. يعني هنا الحكم عارف ان اي دفعه في ظهر اللاعب بتتحسب مخالفه. طيب ما هنا في دفعه في ظهر لاعبي النادي الاهلي، ما حسبتش ليه مخالفه؟ طبعا هنا خطأ كبير من حكم الساحه. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب انبي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضو خطأ على لاعب انبي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم القدم مع لعيب النادي الاهلي، وهنا الالتحام موجود، وبرضو هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق انبي.